كنا سعداء أننا نواكبوا شباب الجمعية اللي بادروا إلى يعني تنظيم حفل بمناسبة الذكرى الذهبية للمسيرة الخضراء. فكان يعني فرصة سانحة بالنسبة للأطر كلها أننا يعني نستدعي واحد المجموعة ديال الأساتذة اللي هما في التاريخ والجغرافيا وفي القانون اللي يشرحوا لهم السياق التاريخي للمسيرة الخضراء والانطلاقة. وكذلك كانت فرصة أننا عرضنا شريط وثائقي تاريخي كذلك كيرسم هذا المسار هذا، واستغلينا هذه الفرصة هذه باش أننا نشرحوا للشباب علاش نهار 31 أكتوبر منين خطب سيدنا الله ينصرو في التلفزيون، علاش المغاربة كلهم خرجوا بما فيهم الشباب. طبعا هما خرجوا، كاين اللي فاهم علاش، ولكن كاين اللي خرج بدافع العاطفة والفرحة. فشرحنا لهم شنو هو القرار الأممي وشنو هو السياق وشنو هي الأبعاد ديالو المستقبلية عليهم هما بالدرجة الأولى كجيل اللي هو حامل المشعل، وهما رجال الغد ونساء الغد. فكنا سعداء أننا هذا الشباب اليوم بمبادرة منهم أنهم كيديروا هذا الاحتفال وكينخرطوا في هذا السياق التاريخي اللي كنعيشوه المغاربة، هو سياق استثنائي. السلام عليكم. نقدم لكم راسي فضيلة لبنى، أنا تلميذة مؤسسة المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة. أنا كنت وحدة من المنظمين هذا الحفل هدايا اللي درنا لتخليد الذكرى المسيرة الخضراء. وأنا كنشكر شكر جزيل الأساتذة كاملين، وعرفنا بزاف ديال الحوايج ما كناش عارفينهم على المسيرة الخضراء، ودرنا مسابقات ثقافية وعرفنا بزاف ديال الحوايج ما كناش عارفينهم اللي كانوا طراو في احداث شحال هذه، ودابا عرفنا كل شيء. والشكر الجزيل للمنظمه المغربيه للاسره. شكرا. السلام عليكم. انا الاسم ديالي هند نحلي، انا شابه من القريه وانا تلميذه هنا لمده 3 سنوات شعبة الطبخ. وكنبغي نشكر المنظمه اليوم انهم جمعونا على ذكر المسيره الخضراء، وانشطه زوينين درناهم واستنتجنا بزاف ديال الحوايج، وكنبغي نشكرهم بزاف وشكرا لهم بزاف.